احب اقول لك ان زي ما الطاقة ليها لصوص، الوقت برضه له لصوص. ودلوقتي خليني اقول لك عن اكبر لصوص للوقت. اول لص هو المماطلة والتأجيل. احكي لك حكاية. مارك توين الكاتب والفيلسوف الامريكي حكى عن قصة صياد سمك خبط على بابه في يوم وسأله اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد مارك توين وقال له لا، انا مش عايز اشتري سمك. وفي اليوم التاني رجع الصياد وخبط على الباب وسأل مارك توين مرة تانية اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد عليه مارك توين مرة تانية وقال له لا شكرا، انا مش عايز اشتري سمك. وتالت يوم رجع الصياد وخبط على الباب وسأله اذا كان عايز يشتري سمك، ورد عليه مارك توين وقال له طيب خلاص هشتري السمك. واشترى السمك وطبخه، وهو في اعتقاده ان طعمه هيكون لذيذ جدا، ولقى ان طعمه مش طازة ابدا، فاندهش وراح للصياد وقال له السمك اللي انت بعته لي ما كانش طازة وطعمه مقرف. فرد عليه الصياد وقال له انت بتلومني انا ليه؟ انا سألتك تشتري السمك ده من 3 ايام وانت اللي فضلت تأخر وتأجل، فده ذنبك انت ان السمك ما كانش طازة. المماطلة معناها انك تفضل تأجل لبكرة اللي المفروض انك تعمله النهاردة، وكل ما يجي بكرة تفضل تأجله اليوم اللي بعده، وتفضل على كده. تاني لص الوقت بعد المماطلة هو الخلط بين أهمية الأمور. إذا كان عندك حاجات كتيرة لازم تقوم بيها في نفس الوقت، وحاسس إنك متلخبط خالص ومش عارف تبدأ بإيه، هتكون النتيجة إنك غالبا هتصبح متبرجل، وهينتهي الحال بإنك ما تعملهاش. تالت لص الوقت هو أنت شخصيا. ممكن إنك فعلا تبدأ في عمل شيء وبعدين فجأة تقف علشان تكلم صديق لك أو تعمل حاجة تانية، وده هيأخر العمل اللي مفروض تعمله وهيسبب لك تضييع وقت. رابع لص للوقت هو عدم استطاعتك انك تقول لا. انك تكون اجتماعي ده شيء جميل، ولكن اذا كنت بتعمل حاجة مهمة وبعدين صديق لك اتصل بيك وعزمك انك تتعشى عنده وقبلت انك تروح لانك مش قادر تقول لا، فانت كده هتضيع منك الوقت ومشروع العمل اللي كنت بتعمله هيتأخر. اللص الخامس للوقت هو المقاطعات الذهنية. تكون بتشتغل في حاجة مهمة وتيجي مكالمة تليفون تقطع عليك عملك، أو يعدي عليك صديق ما يكونش واخد منك ميعاد، ده بيقطع تفكيرك الذهني وبيسبب لك تضييع وقتك. اللص السادس للوقت هو المجهود المكرر. يمكن تكون في وسط ما بتعمل حاجة تقرر انك تسيبها وتعمل حاجة تانية، وبعد فترة ترجع تاني عشان تكمل اللي كنت بتعمله في الأول. ده يخليك تقضي وقت مضاعف ومجهود مضاعف عشان تخلص العمل بتاعك، وبالتالي بيسبب تضييع وقتك. سابع لص للوقت هو التخطيط الغير واقعي. ساعات بنكون مش قابلين نعترف بالوقت اللي هياخده مننا القيام بعمل معين، ونحدد يوم واحد بس للقيام بيه، واحنا عارفين انه في الحقيقة هياخد اسبوع بحاله. التخطيط الغير منطقي لأي عمل هيسبب لك في تضييع وقتك لأنك ما قدرتش الوقت الكافي لإنهائه. تامن لص للوقت هو عدم النظام. لو انت مش منظم وأوراقك بتضيع منك، أو بتحط مفاتيحك في مكان وبعدين تنسى انت حطيتهم فين، كل ده بيسبب ضياع الوقت. والأسباب ممكن تكون أكتر وأكتر، ولكن في رأيي أنا إن الأسباب اللي قلتها لك هي أهمها. ودلوقتي آدي طريقة التحكم في لصوص الوقت. بخصوص المماطلة، إذا كان عندك شيء تعمله في قائمة أعمالك اليومية وأجلت عمله أكتر من 3 مرات، فده يبقى مماطلة. وقف لحظة وبص القائمة واسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو إنك ما قمتش بالعمل ده؟ وإيه أهمية العمل ده؟ لو كانت إجابتك إن العمل ده مهم فاعمله دلوقتي. إذا كانت إجابتك مهم ولكن حد تاني ممكن يعمله، فوض حد يعمله. إذا كانت إجابتك مفيش حاجة هتحصل، الغيه نهائيا. تاني حاجة للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد الأولويات. اعمل قائمة بكل حاجة محتاج تعملها اليوم. ابتدي بالأشياء اللي لازم تعملها فورا، وبعدين بالأشياء اللي مفروض تعملها بعد وقت بسيط، وأخيرا بالأشياء اللي تحب انك تعملها. وفي القائمة اعمل حساب بعض الوقت للمقاطعات اللي هتحصل لك، وقت علشان تقابل فيه عملائك زملائك في العمل، وابدأ بأول شيء في القائمة واستمر فيه لغاية ما تخلص المهمة تماما، وبعدين روح للشيء اللي بعده واللي بعده وهكذا. ثالث حل للتحكم في لصوص الوقت هو التركيز. ركز في اللي انت بتعمله
وإذا لقيت إن ذهنك بيسرح ركز على النتائج وإزاي هتستفيد لما تنهي العمل ده. خامس حل للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد وقت التليفون. لو أنت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك فكون صريح وقول للشخص التاني إنك مشغول جدا واسأله أنسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك أعمال مهمة اعملها الآن وخلصها، أو كلف بيها حد تاني، أو الغيها خالص، لأن إذا ما كانش عندك وقت تعملها الآن فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين. قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك، هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي. إذا كان الإجابة ولا حاجة فاعتذر عن الدعوة ببساطة، وإذا كان مهم إنك تكون موجود فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.